السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نعمل مع بعض انجح واظبط طريقة ممكن تعملي بيها كيك جوز الهند، وهيطلع معاكي حلو قوي وهيعجبك وهيعجب الاولاد، وخاصة احنا في فترة المدارس هيكون حلو قوي انك تقدمه لهم في الفطار، او بقى لو في وجبة عشاء كده بالليل او اي وقت تبقي حابة، وخاصة ان احنا داخلين بقى على الشتاء فهنحتاج الكيك قوي. الطريقة دي حلوة قوي وهتطلع معاكي مظبوطة، والكيك هش ومش مكتوم، وهطلع معاكي التسوية حلوة قوي. وان شاء الله لما تتبعي نفس الخطوات ونفس المقادير هتظبط معاكي من اول مرة. شايفين هش ازاي وقطنية، كمان طعمها خطير. اول حاجة معايا كوباية من السكر، واستخدمت هنا الكوب المعياري، ضفت عليه بيضتين ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلبهم كويس لحد ما السكر معايا يختفي تماما واللون يبقى افتح معايا درجة كده. ممكن الخطوة دي نعملها في الخلاط. بعد كده ضفت عليهم ربع كوباية من الزيت واربع معالق من السمنة، يعني 4 معالق كبار كده من السمنة. انا هنا استخدمت السمنة البلدي، ممكن تستبدليها باي نوع سمنة انت تحبيه، وممكن انت تضيفي الزيت بس كوباية الا ربع من الزيت لو انت مش حابة تضيفي سمنة او زبدة. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من الحليب او اللبن، طبعا بيكون في درجة حرارة المطبخ ما يكونش ساقع. هنقلبهم لحد ما يختفي معايا الحليب ويمتزج مع كل المكونات، وكده بتكون المكونات السائلة بتاعتي بقت جاهزة معايا. هنيجي بقى للمكونات الجافة، وهي عبارة عن كوبايتين من الدقيق، وبكون نخلاه مرة او مرتين، وهضيف عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. هنقلبهم وكده بقى جاهز معايا. انا بقى هنا نقلت الخليط بتاعي في بولة اوسع، وضفت عليه كوباية من جوز الهند الناعم اللي هو بشر جوز الهند الناعم، ونزلت بكوبايتين من الدقيق. هخلطهم بقى بمعلقة بمضرب، هتكملي بس اهم حاجة بتخلطيهم في اتجاه واحد، وما تحاولي ما تقلبيش كتير، يا دوب بس تمتزج كل المكونات. في الوقت ده بقى بكون مسخنه الفرن بتاعي، اهم حاجه هنسخن الفرن قبلها. هتساوي اي حاجه في الفرن طبعا لازم تسخني الفرن قبلها، وخاصه في المعجنات او الكيكات لان ده هيفرق معاكي قوي في التسويه. السمك بتاعها مش عايزاه يكون خفيف قوي او تقيل، السمك بتاعها بيبقى وسط كده، هتحسيه اللي هو اتقل شويه من الكيك العادي، بس ده علشان احنا ضايفين جوز الهند، وجوز الهند هيدي معاكي تقل كده وهيحسسك ان القوام رملي شويه. جبت بقى القالب اللي انا هستخدمه ودهنته كده معلقه من الزيت عشان ما تلزقش معايا، وطبعا الجرانيت مش هيلزق بس برضو للامان وبيكون افضل، وخاصه لو انت هتستخدمي ألمونيوم. وضفت عليهم كده معلقه من الدقيق، بطنت يعني القالب بتاعك او الصينيه عشان انا هقلبها فتطلع معايا بكل سهوله. هننزل بالخليط، شايفين القوام بتاعه مش خفيف قوي. هنساوي بقى وش الكيك بتاعنا وهنديله خبطتين كده بحيث ان نطلع اي فراغات موجودة فيه. هدخله الفرن زي ما قلت لكم نكون مسخناه من قبلها، رف اوسط، مش بنشغل الشواية غير اخر 10 دقايق عشان تاخد معايا لون من فوق. اخدت معايا 35 دقيقة وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اختبرتها كده وطلعت العصاية معايا سليمة ما فيهاش اي حاجة، يبقى كده مستوية كويس قوي. هنقلب بقى الكيك، وانا هنا قلبتها على طول معاكم وهي سخنة عشان اوريكم نزلت بكل سهولة. هنيجي بقى الخطوة دي اختياري، يعني ممكن ما تعملهاش لو انتي مش حابة، معلقتين كده من عسل النحل او السيرب او الشربات اللي تكوني عاملاه، وهنبتدي ان احنا يعني ندهنها كده معلقتين بس، مش تاخد اكتر من كده لان هي سكرها مظبوط. والهدف منهم علشان لما نضيف جوز الهند يمسك فيها، لان لو ضفتيه كده فطبعا مش هيمسك، في نفس الوقت بيدي طعم حلو. وممكن نستبدل عسل النحل او السيرم انك تضيفي
4 معالق كده او معلقتين من الحليب المحلى مكثف. طبعا الكميه حسب يعني ما تحبي وحسب ما انتي حابه تضيفي لها ايه، بس انا بصراحه مش بحب الحاجه ايه مسقسقه كتير كده في حليب او كده، فانا استكفيت بالمعلقتين دول وقدوا معايا نفس الغرض. والسكر بتاعها كده بقى مظبوط. هنقطعها بقى وهتشوفوا قد ايه الكيك طالع معايا هش، وفي نفس الوقت رغم ان انا مقطعاها وهي سخنه لا اتهرت معاكي ولا تقطعت ولا اي حاجه، متماسكه وهشه وطريه في نفس الوقت. وجوز الهند يا جماعه بيخلي الكيك خفيفه معاكي كده وبجد بيفرق في الطعم. ده طبعا لو بتحبوه، انا واحده من الناس بحبه قوي في الكيكات وبحس انه بيفرق فيها قوي، بيخلي طعمها جميل. شايفينها هشه قد ايه؟ هتنفع قوي لو حبينا ان احنا نضيفها للاولاد وهتعجبهم قوي. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتقولوا لي انكم بتتابعوني منين، ويا ريت تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم، واثقه ان شاء الله انها تعجبكم. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.